أهلا بيكم في قناة خليفة أوتو. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومحدش يقدر يستغنى عنه في أي عربية، وهو الكاوتش. الفيديو ده مش بس لأصحاب العربيات اللي بيحبوا يعتنوا بيها، ده لأي حد بيسوق عربية بشكل عام، عشان الكاوتش جزء أساسي في أمانك وأمان أسرتك على الطريق. في الفيديو ده هنفصص الموضوع واحدة واحدة، وهنقولك كل اللي محتاج تعرفه عشان تختار وتحافظ على الكاوتش بتاع عربيتك. مستعدين؟ يلا بينا نبدأ. الكاوتش هو جزء أساسي في عربيتك، وواحد من أهم معاملات الأمان اللي لازم تهتم بيها جدا. سواء كنت بتسافر على الطرق السريعة أو بتمشي في طرق ثلجية أو حتى بتحب تطلع الصحراء، الكاوتش بتاع عربيتك بيأثر بشكل كبير على سلامتك وتجربة السواقة عموما. فيلا بينا نتعرف عن كل حاجة محتاج تعرفها عن الكاوتش. أول حاجة أنواع الكاوتش المختلفة واستخداماتها. كاوتش كل المواسم الأول سيزونز تايرز، ده معمول عشان يشتغل كويس في ظروف مختلفة زي الطرق المبللة أو في الأمطار، وعشان كده ناس كتير بتفضله لأنه عمل. كاوتش الشتاء أو الوينتر تايرز، أو بيسموه الكاوتش التلجي، معمول من خامة مطاط بتفضل مرنة في البرد، وشكله مختلف عشان يمسك في التلج بسهولة. كاوتش الصيف أو السمر تايرز، ده بيشتغل كويس جدا في الجو الحار وعلى الطرق الجافة أو المبللة، بس مش مناسب لظروف الجو البارد والتلج. كاوتش الطرق الوعرة أو الأول تيرين تايرز، ده معمول للطرق الصعبة زي الطين والرمل أو الحصى، وبيتحمل الظروف دي بسهولة. كاوتش الأداء العالي أو البرفورمانس تايرز، ده مصمم للسرعة والتحكم، ومثالي للعربيات الرياضية أو للي أدائها عالي. معرفة مقاس الكاوتش مهم جدا عشان تعرف تختار الكاوتش المناسب لعربيتك. إزاي تقرأ مقاسات الكاوتش والرموز اللي عليه؟ هتلاقي على الكاوتش شوية أرقام وحروف زي 215 على 65 R17. أول رقم 215 ده عرض الكاوتش بالمليمتر، التاني 65 ده نسبة ارتفاع الكاوتش للعرض، الحرف R معناه إن الكاوتش راديال، الرقم الأخير 17 ده مقاس الجنط بالبوصة. كمان هتلاقي مؤشر الحمولة ورمز السرعة. مؤشر الحمولة بيقولك الكاوتش يقدر يشيل وزن قد إيه، ورمز السرعة بيقولك السرعة القصوى اللي الكاوتش يتحملها زي الحرف V، اللي معناه إن السرعة القصوى 240 كم في الساعة. إزاي تعرف عمر الكاوتش؟ على الكاوتش فيه كود اسمه DOT، وده اختصارا ل Department of Transportation. آخر 4 أرقام فيه بيقولوا الأسبوع والسنة اللي اتصنع فيها الكاوتش. فعلى سبيل المثال لو مكتوب 27/20، ده معناه إنه اتصنع في الأسبوع 27 من سنة 2020. أنواع نقشة الكاوتش وتأثيرها. أول حاجة النقشة المتناسقة أو السيمتريكال، شكلها ثابت وموحد وبتديك سواقة ناعمة وعمر طويل. أما النقشة غير المتناسقة تجمع تصميمات مختلفة عشان تمسك في الطريق كويس في ظروف متنوعة. النقشة الاتجاهية أو دايركشنال دي بتساعد في تصريف المياه لتقليل الانزلاق، ومثالية للطرق المبللة. نصايح لصيانة الكاوتش. صيانة الكاوتش الصح هي المفتاح لضمان السلامة وإطالة عمر الكاوتش. حافظ دايما على ضغط الهواء المظبوط زي ما مكتوب في كتالوج عربيتك. لو الضغط ناقص أو زايد هيعمل تآكل مش متساوي وهيقلل من أداء الكاوتش. اعمل دوران للكاوتش بتاعك بانتظام عشان يستهلك بشكل متساوي، وده بيساعد إنه يعيش معاك لفترة أطول. افحص زوايا العجل، لو لاحظت إن الكاوتش بيستهلك بطريقة مش متساوية، أو لو عربيتك بتحدف لجنب من الأجناب تبقى محتاج ضبط زوايا. ضبط الزوايا الصح بيضمن لك تحكم أحسن وعمر أطول للكاوتش. راقب عمق النقش، لو ما بين 4 و13 ملم الكاوتش ده لسه كويس. أما لو ما بين 2 و4 ملم الكاوتش قرب يتغير. لو أقل من 2 ملم لازم تغيره فورا. معرفة إمتى تغير الكاوتش بتاعك حاجة ضرورية جدا عشان سلامتك. معظم الكاوتشات فيها مؤشرات تآكل النقش، اللي هي شرايط صغيرة بتظهر لما النقشة تكون اتأكلت. لو شفت الشرايط دي يبقى ده وقت إنك تجيب كاوتش جديد. الكاوتش كمان ليه عمر افتراضي حتى لو النقشة شكلها كويس. الكاوتش اللي بقاله أكتر من 6 سنين لازم يتفحص عشان تشوف لو في علامات قدم زي الشروخ. ركز كمان على أي تلف زي قطع أو ثقوب أو انتفاخات، لأن الحاجات دي ممكن تأثر على سلامة الكاوتش ولازم تتعالج فورا. اختيار الكاوتش المناسب بيعتمد على عوامل كتير. دايما اتبع توصيات مصنع العربية بخصوص مقاس ونوع الكاوتش. خد في اعتبارك ظروف السواقة اللي هتقابلها.
مثال على كده لو بتسوق في مناطق فيها تلج، كاوتش الشتاء هيكون ضروري. حاول توازن بين الجودة والتكلفة. الكاوتش الممتاز بيقدم أداء أحسن، بس كمان في اختيارات اقتصادية بتديك قيمة كويسة. في النهاية، فهمك وصيانتك للكاوتش بيضمنوا ليك سلامة وتجربة سواقة مريحة. لو الفيديو عجبك دوس لايك واكتب لي في الكومنتات أي أسئلة عايز تعرف إجابتها عن الكاوتش. وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان تفيد غيرك، وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن عالم السيارات. شكرا على المتابعة وأشوفكم على خير. سلام.